اكيد مفيش حد طبيعي يحط الكميه دي كلها من منتج على وشه. بس خليني اقول لكم ايه الموضوع. البرودكت ده بيقولوا عليه ان هو بيفتح البشره في 14 يوم. ده دي فيتا سي كبسول كريم من ميدي كيوب، ولو عندك تصبغات او اثار حبوب المفروض ان هو يكون مناسب ليكي. ميدي كيوب اتشهروا جدا بالمنتج ده، بيجي على شكل كرات بوبا فيتامين سي. الجل الشفاف ده بيكون نياسيناميد، وعلى حسب نوع بشرتك تاخدي الكميه المناسبه ليكي. فلو بشرتك دهنيه بتاخدي واحده فيتامين سي واتنين من النياسيناميد. لو بشرتك مختلطه بتاخدي واحده وواحده، ولو بشرتك حساسه بتاخدي اتنين فيتامين سي وواحده نياسيناميد. والمفروض ان هو بيدي نتيجه خلال 14 يوم. قررت اجربه. انا غسلت بشرتي وحطيت التونر، هجرب اخد كوره منهم. عندي هنا كده اثار حبوب وهما بيقولوا ان هو بيفتح في خلال 14 يوم. قررت اجربه، نتيجته كانت حلوه. هطلع اقول لكم. انا حاسه ان هي كوره واحده كانت كفايه لبشرتي كلها. فكرة ان فيتامين سي معمولة في كورة ده بيساعد ان هي ما تأكسدش. قولولي لو حد فيكم جربه قبل كده، اكتبولي في الكومنتس ايه المنتجات اللي عايزين اجربها.